السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير الدجاج مشوي بواحد التتبيله اللي كتجيبوه هشيش وكيجي بنين، ورافقته بالخضره مفوره وصوتيتها بشويه ديال الزيت. غادي نحتاجو فيه ان شاء الله الدجاج. المهم الكميه ديال الدجاج غديروا كل واحد غيدير الكميه اللي بغا. عندي هنا الدجاج غادي نحاول نفلحو شويه. الدجاج بطبيعه الحال راه مغسول مزيان، هاد الصدر بحال هكا نفلحو شويه باش تدخل ليه ديك التتبيله وحطها في الطياب ما يشد ليناش الطياب بزاف. بهذه الطريقه هذه نحاول نحل هذا الرجل بحال هكا. المهم الطريفات ديال الدجاج غديروا الطريفات اللي بغيتو. دابا غادي نوجد معكم الشرموله باش غادي نشرمل هذا الدجاج. عندي هنا واحد شويه ديال البصله حكيتها تقريبا بحال قلت واحد معلقه كبيره عامره، شويه ديال الملحه، واحد نص معلقه ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب هذا مطحون، معلقه صغيره ديال التحميره، الخرقوم البلدي درت واحد نص معلقه، واحد راس معلقه ديال البزار معلقه صغيره حيت مع غندير الهريسه. عندي هنا شويه ديال الهريسه، المهم الهريسه حسب الذوق، واحد معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك، معلقه صغيره ديال لاموطارد وواحد جوج ضريسات ديال الثومه محكوكين. غادي نحتاج لواحد ربع كاس ديال عصير الحامض، ربع كاس ديال الخل، وغادي ندير تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت البلديه. صافي غادي نطحن مزيان هاد المكونات. الشرموله هي من بعد ما طحنتها مزيان خصنا نطحنوها مزيان كتجي على هذا الشكل هذا. هذه هي السر ديال هذا الدجاج باش كيجي بنين. ومن الاحسن الا بغيتو نتوما تصيبوه في الغداء ترقدوه بالليل وطيبوه في الغداء كيجي بنين، ولا تخليوه على الاقل واحد 4 سوايع. انا دابا غادي نرقدو وغادي نخليه المده فاش غادي نوجد انا الخضره باش غادي نرافقوه. يمكن ترافقوه حتى بالرز ولا اللي بغيتو. صافي غادي ندخل فيه مزيان هاد التتبيله كما شفتوا. صافي غادي نغطيه دابا وغادي نخليه يترقد. دابا غادي نوجد معكم الخضره باش غادي نرافق الدجاج. عندي هنا البطاطا قطعتها بحال هكا، غادي نديرها باش في الكسكاس باش تفور. نتوما غديروا الخضره اللي بغيتو ولا ترافقوه بالرز، الرز كيجي معاه زوين بزاف. عندي خيزو، عندي هنا الشيفلور وشويه ديال اللوبيا. صافي غادي نرش لهم شويه ديال الملحه من الفوق. صافي وغادي نسد عليها بحال هكا ونديها باش تفور. الخضره هي راه بدات كيطلع فيها البخار، غادي نخليها مازال واحد شويه، مازال غادي نصوتيها في شويه ديال الزيت البلديه. انا دابا غنبدا نشوي الدجاج اللي شرملت معكم. انا درت الفخر، ممكن تشويوه في الفران ولا شويه ديال الضو، ولكن دائما الشوا ديال الفخر هو اللي كيجي بنين بزاف. صافي وغادي نخليه يتحمر على خاطرو يتشوى على خاطرو، وفي نفس الوقت غادي نصوتي ديك الخضره اللي فورت. دابا درت مقله فوق البوطه، غادي ندخل فيها شويه ديال الزيت البلديه، واحد شويه ديال الزبده، الثومه وشويه ديال الربيع. غادي نزيد دابا البطاطا اللي سلقنا، غادي نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي غادي نصوتيها غير شويه. صافي غادي نحيد دابا البطاطا، ونفس الطريقه بالنسبه للخيزو. غادي نزيد حتى شويه ديال الزيت، شويه ديال الزبده وشويه ديال الثومه الربيع. غادي نزيد دابا خيزو هو غادي نزيد فيه شويه ديال عصير الحامض، هو كيبغي شويه ديال الحموضه غير شويه، شويه ديال البصل وشويه ديال الملح. صافي غادي نشحرو، غادي نشحر اللوبيا بنفس الطريقه هي والشيفلور. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج اللي وجدت معكم اليوم. الدجاج مشوي في الفخار ورافقته بالخضره مفوره وصوتيتها بشويه ديال الزيت كما شفتوا معايا. الطريقه راه شفتوها، ممكن ترافقوها باي صوص بغيتو. الدجاج راه كيجي فتي وكيجي طيب مزيان كما كتشوفوا، وكيجي بنين في نفس الوقت وصحي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. صحه ورحمه.